الفيديو اللي تكلمنا فيه عن حراس المرمى اللي قادرين يدعموا المنتخب الوطني مستقبلا، قمنا بذكر بعض الاسماء، الا انه كاين اسماء اخرى ما تكلمناش عليها، ومن بينها حارس نادي نيس تيدي بولهندي، حارس دولي مع المنتخب الوطني للفئات السنيه. وممكن البعض اللي ما على بالوش انه سبق وان تم استدعائه لتدريبات المنتخب الوطني الاول من طرف جمال بالماضي. خلونا نتعرفوا على شكون هو بولهندي وكيفاش بدات حكايته. السلام عليكم. تيدي بولهندي هو من مواليد سنة 2001 في فرنسا، من أصول جزائرية، وينشط في مركز حراسة المرمى كما هو معلوم، وطوله يوصل ل 1.85. بداية بولهندي كانت مختلفة، للاعب كان ينتقل بين أندية الهواة في جنوب فرنسا، ونلعب حتى مع فريق بوريل اللي معروف بتصدير المواهب الشابة قبل ما يتم اختياره من طرف واحد المركز اللي يسموه بوليسبوغ أو مركز التميز الرياضي، والتابع للاتحادية الفرنسية. وتم كانت فرصة للحارس بولهندي بحكم أن هذا المركز يجمع أفضل المواهب الشابة وكشافين أندية أخرى يجوا لهم يقدروا يتبعوهم عن كثب. لما وصل لسن 15 سنة قرر نادي نيس يجيبوا للأكاديمي، وتم كبدا يدرج من فئة لفئة حتى وصل لفريق الريديف، ثم من فريق الريديف إلى الفريق الأول كحارس ثالث. في سنة 2021 وقع على أول عقد احترافي، وهذا الأمر اللي خلينا نتأملوا بلي هذا اللاعب راح ياخذ فرصته أخيرا، حتى ولو على سبيل المثال في مباراة الكأس، مقارنة بأسماء أخرى اللي كانت ديجا أخذت فرصتها. بس الغريب أن اللاعب قعد لسنوات طويلة مع الفريق الأول بدون أي مشاركة رسمية رغم حضوره الدائم. ولتوضيح فقط، تخيل أنه عنده أكثر من 60 مباراة رسمية مع نيس سواء في الدوري الفرنسي أو الكأس، بصح بدون أي مشاركة. ومع ذلك الإدارة نيس كانت تقوم بتجديد عقده مرتين، والموسم الماضي أخيرا الإدارة خلته يخرج إعارة إلى أحد أندية الدرجة الثالثة الفرنسية. وبالنسبة لي هذه الخطوة جت متأخرة بزاف، وكان يستاهل ياخذها منذ موسمين على الأقل، وبعد نهاية فترة إعارته ونقدر خلال تلك الفترة يلعب موسم كامل وياخذ الريتم اللي كان محتاجه. عاد تيدي بولهندي إلى فريقه نيس، وانديجا انضم لتحضيرات الصيفية وشارك أيضا أساسيا في أحد مباريات الودية. أما النقطة الأخيرة بخصوص المنتخب الوطني، في 2021 بولهندي كان حاضر مع الفريق الأول لأقل من 20 سنة في تربص سيدي موسى، وتماك شافه بالماضي لأنه الحصة اللي كانت بعدهم هي حصة المنتخب الوطني الأول. بالماضي قام باستدعائه باش يدرب مع المنتخب الوطني الأول، وخلاه ياخذ احتكاك طفيف مع لاعبين كحارس رابع رغم أنه ما كانش مستدعي في القائمة الرسمية.